ما ينفعش انت راجل على قد حالك او ست على قد حالها تروح تمضي على وصل امانه وتشتري حاجات بالقسط، وبتكتب وصل الامانه على بياض عشان تشتري الحاجه اللي هي عايزاها. يعني بلاقي مثلا ناس على قد حالها ومش قايلين بنتهم موبايل ايفون مثلا ثمنه 11 15 الف جنيه جايبينه بالقسط. يعني والعناء بقى اللي الاب والام بيتكلفوه، والامضاء اللي بيمضوها عشان يجيبوا الموبايل مثلا ده بالقسط. يعني انت متخيل ان حد معهوش فلوس وفقير وعلى قد حاله، بتلاقي مثلا حد راكب ميكروباص، ما بيركبش تاكسي، بيركب ميكروباص وماسك ايفون. طب انت بدل ما كنت تمسك الايفون ده اركب تاكسي، يعني انت مكلف نفسك ليه؟ تلاقي ناس على قد حالها وجايبه حاجه غاليه جايباها برضو بالقسط. القسط ده، موضوع الشراء بالقسط ده اتعمل للناس الاغنياء مش للناس الفقراء. يعني انت فقير مش قادر تشتري، ما تشتريش، عيش عيشتك. انت مش قادر تشتري حاجه ما تشتريهاش، اشتري الحاجه اللي على قدك. مش قادر تشتريها خالص مفيش مشكله، عيش برضو على قد حالك. طيب القسط اتعمل للناس الاغنياء، يعني ايه؟ يعني الشراء بالقسط ده ان ده شخص غني معاه مثلا برج او عماره او مجموعه استثمارات، فالاستثمارات دي بتطلع فلوس بيقدر يدفع منها قيمه القسط الشهري لاي حاجه بيشتريها بالقسط. انت بقى حضرتك على قد حالك، معكش اصلا، مش لاقي تاكل ولا تشرب، يا دوبك بتاكل وبتشرب بالعافيه وبتلبس بالعافيه، تروح تكتب وصل امانه على بياض، او تروحي تكتبي وصل امانه على بياض عشان تجهزي بنتك او تجهزي ابنك وتجيبي له حاجات، وبعدين نلاقي بعد ما الولد اتجهز او البنت اتجهزت حضرتك بايته في السجن عشان ما قدرتيش تدفعي القسط. طب وليه؟ طب ما الشخص ده او البنت دي تشتغل او الولد ده يشتغل لغايه ما يقدر يبني نفسه، بدل ما امه تمضي له على ايصالات امان عشان تشتري له العفش بالقسط او تشتري له التجهيز بتاعه بالقسط. طب ليه؟ ما نعيش على قدنا. لو هناخد شقه فاضيه، لو هنقعد في شقه فاضيه، لو هنقعد في اوضه ونعيش على قدنا. اجانب بيعملوا كده. يعني اللي يقدر يدفع القسط هو الشخص اللي معاه مصدر دخل يقدر يدفع منه القسط. طب انت معكش مصدر دخل وغلبان على قد حالك، تشيل ايفون ليه؟ مش هتقدر تدفع قسط عربيه، تروح تشتري عربيه ليه وتمضي على وصل امانه وتضيع مستقبلك ومستقبل عيالك؟ للاسف احنا كمصريين بنحب المنظره، ومفيش حد عايش عيشته الاساسيه. يعني لو كل واحد يعيش على قد دخله على قد مصاريفه مش هنحس بالفرق ده. عيش على قدك.